ده واحده من العجلات اهي يا جماعه بعد ما اتشطبت. ليه الالوان دي؟ وليه دايما انا بشوف الالوان دي بالتحديد؟ الالوان دي هي المطيه دي اللي طول عمرها شغالين بيها. الشغله دي وراثه ابا عن جدا. ورثتها ابا عن جدا. هي مهنه ايه بقى؟ عرف الناس. دي مهنه عربات الفول الخشب وعربات الفاكهه وعربات لحمه الراس والحاجات دي. يعني اي عربيه خشب احنا بنشوفها في الشارع حضرتك اللي بتصنعها؟ انا اللي بعملها. ليه المهنه دي مش منتشره او مش بشوف فنيين كتير شغالين فيها؟ مفيش، اللي بيروح ما بيجيش زيه تاني. يعني احنا الجيل اللي طالع الوقت مش عايز يتعلم، فاحنا اتعلمناها بقى من اهالينا برضو، والشغله دي وراثه ابا عن جدا. ورثتها عن ابويا. اشتغلت فيها من امتى بالظبط؟ اشتغلت فيها بعد سنه 6 ابتدائي. يعني بدأت صغير قوي ما شاء الله. وتعلمت الشغله وربنا اداني برضو يعني الصبر مع والدي وتعلمتها. يعني الخشب اللي احنا شغالين فيه اللي انت شغال فيه دلوقتي ده خشب لبخ وصنط وصرصوع. لبخ وصنط وصرصوع. طيب الخشب عامة هو انواع وفي نوع احسن من التاني. ايه الحاجة اللي انت شغال فيها دي؟ اللي اسمها ايه البتاع اللي انت شغال فيها؟ دي اسمها عجلة. عجلة ايه بقى بالظبط؟ عجلة بتاعت عربية الفول وعربية لحمة الراس. قلنا دي عجلة العربية. العربية مكونة من 4 عجلات طبعا. 4 عجلات. في عربية مكونة من 2 أو 3 ولا حاجة؟ في اللي هي بتاعت الفاكهة. بتاعت الفاكهة. يعني كل حاجة ليها حاجة. كل حاجة ليها حاجة. تمام. انت بقى يعني العربية الواحدة بتقعد قد ايه معاك عشان تطلعها؟ شهر. طبعا انا في كل تقاريري ببقى حريص ان انا اخد المهنه من الاول للاخر. يعني من اول ما هي خشب زي ما حضرتك شغال فيها كده وافضل المها كده لغايه ما تبقى عجله كده. تمام. ده العجله بس. بصوا يا جماعه الموضوع مرهق جدا، مهنه متعبه. ده واحده من العجلات اهي يا جماعه بعد ما اتشطبت. ليه الالوان دي؟ وليه دايما انا بشوف الالوان دي بالتحديد؟ الالوان دي هي المطيه دي اللي طول عمرها شغالين بيها. يعني حتى من سنه 80 انت بتشوف نفس الالوان. عربيه الفول والعجل احمر وبيتلون والصندوق اخضر والحاجات دي. فانا بتكلم ان اي مهنه دايما بيحبوا يطوروا فيها. ليه فضلنا بنفس النمط ونفس الشكل؟ لا عشان الصنعه وحاجه بتعيش. صنعه وحاجه بتعيش. يعني هي حاجه عمليه بتقعد. عمليه بتقعد وقت. عمليه العمر. بما انك انت اللي بتصنعها هل برضو لو حصل مشكله في عربيه بتيجي صيانه هنا بنعمل لها الصيانه تاني؟ ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في العربيه بشكل عام؟ المشاكل ممكن الميه تاكل الخشب، ممكن الله لا يقدر بياع ماشي عربيه تخبطها تكسرها. لازم نفك القديم ونعمل زيه وترجع زي ما كانت. لازم ترجعها من الاول. لازم ترجع زي ما كانت. العربيه مكونه من ايه عامه؟ العربيه مكونه من ايه؟ العربيه مكونه من العرشان والرجلين واليدات وكل. اوصف لي كده وانا بصور للناس. بنعمل الصندوق الاول. ده الصندوق. وبعد ما نخلص الصندوق بنخش على الفرشه اهي وراك. الفرشه دي اللي وراك اللي بتركب من فوق. بصوا يا جماعه وبنمشي واحده واحده لغايه ما ربنا بيأذن تقف. يعني دي الجزء بتاع دي. دي بتاع العربيه. دي الطبليه اللي بيفرش عليها البياع.